على كل بموضوع الضربة الآن نعود إلى السيناريوهات والكلام والمعلومات عن الضربة. الولايات المتحدة اعتمدت عليها بشكل أساسي في كافة الحروب التي خاضتها، تعتبر بمثابة كنز القوات الأمريكية. نتحدث عن صواريخ كروز العابرة للقارات، ومن بينها صواريخ توماهوك التي من المتوقع أن توجه واشنطن ضرباتها للنظام السوري من خلالها. يحدثنا عمار الهندي عن هذه الصواريخ أكثر. أهلا بكم مشاهدينا. صواريخ مسيرة ومبرمجة ذاتيا لها القدرة الفائقة على الوصول إلى الأهداف داخل العمق الجغرافي السوري إذا ما بدأت الضربة العسكرية الأمريكية لنظام الأسد، والتي ستظهر الآن في الاستوديو. ولها أنواع عديدة وفئات مختلفة تنضوي كلها تحت اسم صواريخ كروز، من بينها صواريخ توماهوك الشهيرة. يبلغ طول الصاروخ 5 أمتار ونصف، ووزنه يقارب 1300 كيلوغرام. رأس الصاروخ الحربية يمكنها أن تحمل أنواع مختلفة من القنابل تزن أكثر من 400 كيلوغرام من المواد المتفجرة، كما يمكنها أن تنطلق من منصات أرضية أو من القطع البحرية أو من الغواصات أو من الطائرات القاذفة. يبلغ معدل مدى الصاروخ الواحد أكثر من 1600 كيلومتر، وتكلفة الصاروخ تقارب 1,000,000 إلى 1,500,000 دولار، وجميعها مشاهدين قادرة على ضرب القواعد الجوية وأكثر المراكز الأمنية تحصينا.